زعما بحالاش؟ الذي يدعي أنه جهاز له، اكتب لي تعليق من قناتك الخاصة. أقسم بالله العظيم لو تبين لي بأن هذا الصيخ أنت صانعه قبلي إلا أذكر على قناتي بأنه صاحب فكرة سيخ الحديد مع النحاس صاحب قناة فلان. أي شد روحكم لي. الآن إخواني خلينا نشوف لما نرجع قطعة الحديد للأسياخ، نرجع قطعة الحديد للأسياخ ونجرب نكشف الماء، هل بوجود قطعة الحديد نكشف الماء أم لا. الآن بعيد عن الماء تلاحظوا أن الأسياخ في حالة توازي. خلينا نشوف فوق الماء ماذا يحدث الآن. نلاحظ أن الأسياخ لم تبدي أي حركة فوق الماء، على الرغم من أني لم أبل يدي بالماء. أنا ما بليت يدي بالماء قبل التجربة. نلاحظ أنه في حالة سواء بليت يدي في الماء أو ما بليتهم بوجود قطعة الحديد فلا تتأثر الأسياخ بالماء. بوجود قطعة الحديد لا تتأثر الأسياخ بالماء. يعني بإمكان أي واحد من الشباب أنه يبحث بالأسياخ في أي منطقة مائية، في أي منطقة، لكن هناك راح يكون فقط في الهدف ابتعاد قليلا عن موقعه المتوقع. يعني وجود الماء يؤثر على تحديد موقع الهدف، لكن الأسياخ لا تنحرف أو لا تنفرج فوق الماء في حالة عزل الحديد. في حالة عزل الحديد لا تنفرج الأسياخ فوق الماء، لكن يبقى الهدف مظللا، يعني في غير موقعه المحتمل، في غير موقعه المحتمل. لكن بل اليدين بالماء ضروري لعزل الرطوبة والماء من أجل تحديد نقطة الصفر 100%، من أجل تحديد نقطة الصفر للمادة، للمعدن 100%. هذا ما لدينا. خلينا نحاول كمان قبل أن ننهي نزيل قطعة الحديد وهي فوق الماء. نزيل قطعة الحديد فوق الماء. نلاحظ، لحظة شوي. الآن كما قلنا في هذه الوضعية الأسياخ لا تتحرك كما تشاهدون أمامكم. أنا لا أعطيها أمر بعدم الحركة، انتبهوا. راح يطلع لي واحد يقول لي أنت أعطيتها أمر بعدم الحركة. لا، أنا لا أعطيها أمر بعدم الحركة، أنا أراقب إلى أو احتجت إلى الأسياخ الرباعية. فطبعا الحاجة أم الاختراع، ولكوني أعرف مبادئ وأسس عمل الأسياخ الرباعية وكيفية تصميمها، لاحظوا إخوتي الأحباء هنا قمت بتحويل السيخين الثنائيين إلى سيخين رباعيين. كيف؟ قمت طبعا وجدت سيخ أو أسلاك حديد، أسلاك تربيط البناء الحديدية في الموقع. فقمت بلف كل سلك على سيخ بهذا الشكل، نفس مبدأ الأسياخ الرباعية. طبعا اختبرت السيخين معا، وجدتم يعملوا نفس عمل الأسياخ الرباعية، سواء بالتطبيق على الحجر الكريم أو بالتطبيق على عينات المواد الأخرى. أعطتني الأسياخ طبعا نفس النتيجة
اللي لو كانت معي الأسياخ الرباعية. طبعا حددت لي هدفين ذهبيين في موقع ما. الآن يعني إن شاء الله في حلقات قادمة سيكون معي أحد الشباب اللي يصوروا مشان نصور العملية كيف تمت وكيف استخدمنا أي شدروه أو ما العلاقة بين قطعة الحديد التي نضعها على السيخ وتأثيرها في عزل الفراغ؟ ما العلاقة بين الاثنين؟ إخواني كلكم الإجابة طبعا إخواني كلكم تعرفون أو أغلبكم يعرف أن الكرة الأرضية مكونة من عدة عناصر. أكثر هذه العناصر هو عنصر الحديد، حتى أن نتيجة كبر هذا أو ضخامة هذا الكمية الهائلة من هذا العنصر الحديد والذي يكون جوف الكرة الأرضية، تكون نتيجة ذلك المجال المغناطيسي للكرة الأرضية